طيب خلينا بنتكلم عن الانتقالات وصالح جمعة، ومعانا الاستاذ عبد الرحمن مجدي وكيل اللاعبين طبعا، ويعني الصديق العزيز. مساء الخير يا استاذ عبد الرحمن. مساء الفل يا كابتن حازم، وعلى حضرتك وعلى كل مشاهدينك طبعا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. وطبعا انت حاليا المانجر لصالح جمعة. صالح جمعة هو الشغل الشاغل حاليا في الصحافه المصريه والاعلام الرياضي بشكل عام. الزمالك والاهلي يعني المنافسه تشتد على صالح جمعة. كلام امبارح ان حط صورته بتيشيرت النادي الاهلي، هدى ليه مدلول، هو عايز يروح الاهلي زي ما مكتوب. يعني وضح لنا الصوره يا عبد الرحمن، الدنيا رايحه فين مع صالح جمعة؟ تمام. هو طبعا حاجه زي ما قلت كده، هو في الفتره اللي فاتت دي شويه حاجات ليها دلائل. يعني هو صالح كان حسم امره من كام يوم كده كرغبه فقط طبعا، لان الحسم الاخير هيبقى مع الانديه، لكن كرغبه فقط. هو طبعا فكر في الامور بشكل كويس ودرس كل حاجه، وقرر ان هو يعني رغبته لا انها تبقى ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي. لو نادي قرر ان هو يبيعه يبقى رغبته في النادي الاهلي. وبلغنا الكلام ده، وبعد كده هو قاله امبارح يمكن اول مره بشكل واضح حتى في الاعلام، وزي ما حضرتك قلت عمل صوره وبتاع، يعني امور ماشيه في الاتجاه ده. ولو ان شاء الله نادي انبي يعني خد القرار ده، طبعا هو الحق في الاخر بيعود ليه. لو خد القرار ده واتفق مع النادي الاهلي يبقى اعتقد مش هتبقى في حاجه فاضله يعني ما فيش اي حاجه واقفه دلوقتي. الاهلي موافق على العرض المالي للنادي امبي، ولا لسه العرض المالي مثلا ما اتعرضش او ما فيش عرض او ما هو طبعا بص، المفاوضات بين الانديه انا شخصيا ما اعرفش واصله لفين بصراحه، واحنا منتظرين، او صالح نفسه منتظر ان نادي انبي هو اللي يعني بلغه بحاجه زي كده ان هم وافقوا او لا او كده. لكن هو من ناحيته هو يعني بلغ حتى النادي برغبته، لو في امكانيه هيبقى دي رغبتي كذا كذا. لو ما فيش هو ما عندوش مشكله، هو متعاقد مع انبي وعقده 3 سنين لسه مكمل يعني. طب صالح لعب كام ماتش السنه دي في البرتغال؟ لا السنه دي 26 او 27 من ال 30. هو كام 18 فرقه هي في البرتغال؟ الدوري 16 فريق 30 ماتش، وفي 3 ماتشات بتوع كاس الدوري، وفي ماتشات في الكاس. هو يعني لعب معظم يعني اكتر من 90% من الماتشات. مش ما في يعني ما حبش يكمل التجربه الاوروبيه. يعني صلاح من اللعيبه المهمه جدا، عودته لمصر. هل هو انا قريته تصريح برضه قوله لي يا عبد الرحمن ان هو بيقول اللعب في الاهلي زي اللعب في احسن الانديه الاوروبيه. انا شايف ان يعني لو لعب في الاهلي هيبقى ما فيش فرق بينه وبين لو لعب في اوروبا. يعني هو قال فعلا ان هو شايف ان اللعب في النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي افضل من انديه كتير في اوروبا. يعني صح. يعني في انديه كتير في اوروبا اكيد صغيره مالهاش وعارف بالظبط. لكن هو النادي الحالي حتى اتكلموا معانا كتير جدا في الموضوع ده، بس كانوا عايزين يعني ما عندهمش المبلغ المالي ان هم يشتروه، كانوا عايزين يمدوا اعاره سنه كمان. طبعا نادي انبي كان رافض تماما الفكره دي. لما جه موضوع النادي الاهلي وتحمس له وحس ان هي خطوه ممكن تبقى كبيره في حياته، قارنه بشويه عروض، لا النادي الاهلي افضل، ويعني فكر فيها ولا كده. لكن هو لغايه اخر يوم كان بيتكلم على انديه محترمه، بس يعني ممكن هتبقى ماليا مع انبي هتبقى صعبه، ماليا ليها هتبقى مش مجديه، كرويا حتى يعني كان هو عنده طموح في حاجه اكبر. لما جه موضوع النادي الاهلي ده بقى هو بالنسبه له يعني مفضله يعني. بشكرك عبد الرحمن، شكرا جزيلا. عايز طب اسالك سؤال برضو، انت معاك كوكا ولا مش معاك؟ هو المانجر بتاعك؟ لا كوكا صديق شخصي طبعا معتز بيه يعني. انا عارف انت عارفهم كلهم في البرتغال، انت معاهم يعني. لا كوكا طبعا قابله على طول وكده. طب موضوع الجراحه دي هتاثر عليه ولا الموضوع ان شاء الله بسيط؟ لا هو اصلا يعني انا بحكي بس طبعا ما عنديش علم دقيق بالقصه، بس هو فاهمني ان القصه بسيطه، وقصه حتى بالنسبه للناس العاديين اللي هم غير رياضيين عاديه جدا وبيعيشوا بيها، بس هو عشان هو رياضي فافضل ليه ان هو يعملها. ولكنها ما وقفتش اي حاجه، وموضوع منتهي خلاص ما شاء الله. يعني هو راجل بنفيكا النادي رقم 1 بالظبط، النادي رقم 1 في البرتغال، وان شاء الله ربنا يكرمكم فتحه خير عليه باذن الله. يعني الناس في البرتغال دلوقتي اسم احمد حسن كوكا بقى مشهور والناس عارفاه جدا. لا كوكا السنه دي يعني هو لولا ان هو ضاع منه يمكن الربع الاخير من السيزون بسبب الاصابه. هو كان ماشي، كان ثاني هداف الدوري ورا جاكسون مارتينيز طبعا عملاق يعني، كان عامل سيزون عملاق هناك، وجايب مارتينيز بتاع بورتو جون في الدوري. نعم مارتينيز بيلعب في بورتو متهيألي صح؟ النادي بتاعه في مدينه بورتو. ريو افيك دول ده في مدينه بورتو، بس هو كده بنفيكا هيروح بقى لشبونه يعني. بشكرك يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا على مداخلتك.